السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم في قناتكم الدش ببساطة. اليوم هنشغل قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لجميع الريسيفرات، ومنها ريسيفرات السان بلس وريسيفرات الجي اكس، عشان نقدر نتابع كاس أفريقيا على النايل سات. والقناة دي هتبث معانا 17 مباراة، منهم مباريات المنتخب الجزائري وبعض من المباريات للمنتخب المصري، وهتبث معانا أول البطولة وهتبث معانا آخر البطولة والمركز الثالث والرابع، وأهم المباريات إن شاء الله هتبثها على القناة دي. واحنا هنشغل القناة دي على جميع الريسيفرات، منها ريسيفر السان بلس وريسيفر الجي اكس. وده معانا ريموت ريسيفر السان بلس، ومعانا ريموت الجي اكس وليه اشكال كتير، وده شكل من اشكال الريموت الجي اكس. بس اول حاجة لو عندك ريسيفر جي اكس او ريسيفر سان بلس، اول حاجة هنعملها ان احنا هنضيف التردد وننزل القناة للناس اللي لسه ما نزلتش القناة او مش عارفة التردد. واول حاجة هندوس منيو وهنروح على التركيب وندوس اوكي، وهننزل على قائمة الترددات وندوس اوكي، وهتفتح معانا القائمة دي وهنعمل اضافة بالزرار الاحمر، وهنكتب التردد. والتردد معانا هو 11680، وهننزل على معدل الترميز نعمله 27500، والاستقطاب هنعمله افقي او اتش، وبعد كده هندوس اوكي. لو قال المرسل موجود هيقف لي على التردد بالشكل ده، وبعد كده هنعلم على التردد ونعمل بحث بالزرار الازرق، وهنخلي بحث عن الشبكة مغلق، وهننزل على نوع القناة هنخليها برضو الجميع، عشان انا عايز انزل كل القنوات ومنها القنوات المشفرة على التردد ده. وبعد كده هندوس اوكي عشان يبحث عن التردد، وهنا نزل لي باقة الجزائرية كلها، وبعد كده هندوس نعم للحفظ. واحنا كده عرفنا ننزل القناة لجميع الريسيفرات، وبعد كده هندخل البيس بتاعة القناة. واول حاجة هنشتغل على ريموت الجي اكس، وده شكل الريموت معانا وبيختلف من ريموت للتاني. في ريموتات بيبقى فيها زراير كتير، المهم معانا الزرار اللي مكتوب عليه باج اللي هو ده، ممكن تلاقيه بالشكل ده وممكن تلاقيه هنا على حسب الريموت اللي معاك. المهم يبقى مكتوب عليه باج، وبعد كده هتقف على القناة بالشكل ده وهي قافلة، وهتدوس على زرار باج، هتفتح معاك قايمة وهتكتب فيه مع بعض. بس هنشتغل على الريموت التاني وهو ريموت السان بلس، وده معانا ريموت السان بلس، ومعانا فيه اختصارات ممكن ندوس عليها. بس في ناس قالت لي في الفيديو اللي فات ان هي داست على الاختصار اللي انا قلت عليه وما جابش معاهم القايمة بتاعة البيس. فهنعمل ايه؟ هنخش نكتب من داخل الريسيفر وهندوس منيو، وهنروح على الوسائط المتعددة وندوس اوكي، وهتفتح معانا القايمة دي. ولو فتحت معانا القايمة دي وما فيهاش كلمة بيتش، لو فتحت معاك بالشكل ده وما فيهاش كلمة بيتش، هنكتب الرقم ده اللي هو 15. اول ما تدوس واحد هتفتح معاك الرقم السري كده، وندوس 15006، وده رقم المعالج بتاع الريسيفر. وهتفتح معانا بقية القايمة كده، وهننزل على بيتش وندوس اوكي، وهنا القايمة بتاعت البيس، وهنحذف الجميع بالزرار الازرق وهندوس نعم. وبعد كده هنعمل اضافة بالزرار الاحمر، وهنسيب اول خانة زي ما هي، وهننزل على تاني خانة اللي هي اس اي دي، وهنخش بالزرار ناحية اليمين او الشمال عشان يدخلنا على الصفحة دي، وهنحذف برضو بالزرار الاصفر كل الارقام دي، وهنكتب الرقم ده اللي هو 0001، وبعد كده نعمل تأكيد بالزرار الازرق، وبعد كده ننزل على الخانة اللي بعديها اللي هي كي، وهنخش على القايمة باليمين او بالشمال.
وبرضه هنحذف كل الارقام دي بالزرار الاصفر، وهنكتب رقم معانا وهو 11 4 صفار 11 8 صفار. والطريقه دي للناس اللي بتقول لي الاختصار في الريموت مش شغال معايا، فهنخش نكتب من داخل الريسيفر، وبعد ما كتبنا هندوس تأكيد بالزرار الازرق، وبعد كده هننزل على معدل الترميز وهنخش باليمين او بالشمال، وهنحذف برضو كل الارقام اللي موجودة، وهنكتب معدل الترميز اللي هو 27500، وبعد كده نعمل تأكيد بالزرار الازرق، وبعد كده هننزل على الاستقطاب، لو هو عمودي هنخليه افقي، ولو افقي هتخليه زي ما هو، وبعد كده هتدوس اوكي بالشكل ده، ويبقى انت كده ضفت بتاعة البيس. وهنخرج عشان نعرف الاختصار معانا. ودي القناة اشتغلت معانا، ولو ما اشتغلتش هنطفي الريسيفر ونشغله تاني هترجع تشتغل معاك، وكده يبقى اشتغلت معانا. وهنعرف الاختصار، هتقف على القناة بالشكل ده كده حتى لو مش شغالة، وهتدوس رقم 0 من الريموت، هتفتح معاك القايمة دي، هتكتب فيها 11 4 صفار 11 8 صفار، وتعمل تأكيد بزرار الأزرق، وهتشتغل معاك إن شاء الله القناة. وكده يبقى نزلنا القناة مع بعض، وعرفنا نضيف في جميع الريسيفرات، منها ريسيفر الجي اكس وريسيفر السان بلس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكوا كل فيديوهاتي. وفي اخر الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي.